لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 819 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان فمبستي رزامندي رب العالمين وهوادان مئوي آزيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. بالخوش بساو كلوانا رابر دوج لخزمة دوآت دابون كرب العالمين دفرمي لبو موسى نسيمان والألواح من كل شيء موعظة درباري هموشتاق آموشقاري ما لو نسيبو طبعا لبو خوي قومكي وتفصيلا لكل شيء وتفصيلاتهم أحكام كان من لبو نسيبو فخذها بقوة يا موسى بعزيمته وري بقرأ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فرمان بقومك بكتساكتريني وربقرن سأريكم دار الفاسقين بشان دان ددم جيغاي فاسق كان واتا اوان فاسق كان تيان لي بسر دينم بشان تاندم وهروها سركوتن بقسمتي او امتي دكا كاتكوا بابن بنبا فرمان كان اخوي يقول سبحانه وتعالى. والله تفسيري قاسمي لا تفسيري بابلين سعدي دلي وكتبنا له في الألواح من كل شيء واتاد فرمي من كل شيء يحتاج إليه العباد همو أوانك أوان محتاجا بيبو لبو ما نسيبو موعظة لبو همو أشتانك أوان بيستان بيبو موعظة ما نسيبو موعظة وتآموشقاري ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر كواتا موعظة ترغيب ترهيبة كواتا لبو همو شتێک لبو همو بابەتێکەوە ئەوان پێویستیان پێ هەبی ئامۆژگاریمان تێدا نووسیبووە فەرمانمان پێکردبوون و هانماندابوون لە بۆ جێبەجێکردنی فەرمانەکە و هەروە ترساندبوونمان لە عاقبەتی جێبەجێ نەکردنی من كل شيء موعظة وكل معارج دڵێ أي كتب له موعظة من كل شيء هو من مطلوبات الدين الذي اصطفاه لهم يومئذ كواتا همو أوشتاني كوا مطلوب بولدين كخواي جوري لبواني هالبجارد بو خواي جوري موعظي تدا نسيب بأمجاري توزيه يعني كذبو ويظهر أن المراد أنه كتب له موعظة من كل نوع أو قسم من أقسام الموعظة كوا تأخذ بوش وش لهمو زوركاني نصيحة أمجاري تدابو التي من شأنها أن تدفع المستجيب للاستمساك بالدين والتعليمات كوا تبهمو الشويك لهمو زوركاني موعظة أمجاري تدابو كوالا برامبر بكاتن وڵامی هەبی واستجابەی هەبی و دەست بەو دینە و بەو تعلیماتەی بگری وتفصيلا لكل شيء وكل قاسمی دەڵێ من الحلال والحرام تفصيلات تێدا لە بۆ حلال وحرام لا سعدي دەڵێ وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب تفصيلات هموش تێدا بوو لحكم الشرعي لعقيدة لخوروش لآداب همو تفصيلاتش تێدا بوو فخذها بقوة وكو خواهي قول فرماني بيدكاتن فخذها بقوة وكل قاسم دل أي بعزم على العمل بما فيه يا موسى بعزيمته أتوري بقرأ همو أشتاين كتيدا كاري بيبكي لا سعدي دل فخذها بقوة أي بجد واجتهاد على إقامة تبو فريز جديته خو هلا كردن لبو زي كردني لا معارج دل فخذها بقوة أي فخذ الألواح واحملها إلى قومك كواتا أو ألواحانا وربقرا بيبو لبو قومكت وبلغهم ما اشتملت عليه تبليغ يامبك تيتي دايا واستمسك بما جاء فيه من أوامر ونواهي وتكاليف وبيانات وتعالي وتعليمات
و دەستی پێوە بگرە زۆر بەساچی بە فەرمانەکان بە قەدەغکراوەکان ئەو تەکلیفاتانی کە تێدا ئەو بەیان و ڕوونکردنەوەی تێدا ئەو تعلیمات و فێرکردنانی کە تێدا بە شێوەیەک وەری بگرە بقوة تكافئ المطلوب الرباني منك فيها بقوتك بجديتك وەری بگرە مكافئ بی واتە هاوشێوەی ئەو مەطلوبە ڕەبانیە بی ئەو داواکراوە ڕەبانیە کەوا لە تو داواکرا تە لە قەدەر ئەوەی کەوا ئەو شەڕەفەت پێبەخشرا بە قووەت و بە عەزیمەتەوە وەری بگرە بحسب نوع التكليف تر بهر تكليف كواتيدا ولا تأخذها بضعف وتكاسل وتهاون وقلة مبالاة عكسي قوتية أو كواتا بلاوازيو بتنبليو بكم ترخميو كم تر إتمام بيدان وري مقرأ فالأمر جد وليس بالهزل فخذها بقوة كاركت زدياته هزليات تيدانية فقد اصطفيناك وآثرناك بهذا الاصطفاء العظيم ئێمە بەو بەخشەی کەوا پێتمان بەخشێ و ئەتومان هەڵبژاردیە بەخشێکی زۆر گەورەیە پێتمان بەخشیە لتحمل رسالات ربك تاوەکو پەیامەکانی پەروەردگارت هەڵبگری و ئەوامر و نەواهیەکان بەو پەڕی جدیەت و عەزیمەتەوە جێبەجێی بکەی و ڕای بگەینی. ئیتر هەر لە درێژەی مەعارج دەڵێ ئەی ئینەکە لەستە کە ئاحاد الناس أتوكو كسش اعتياديني حتى تضعف أو تقصر تجاه واجبات رسالتك أتوكو كسش آسايني كوا بلاوازيا تقصيريتها بلا ورقرتني بها مكاني خواهي قول إنك القدوة والأسوة الحسنة في قومك بلكو أتو قدوي أتو ريبيشاندري خلشي تاولتو دكان أتو ريسبي أو خلقي كوا خلق تاولتو دكان فيجب أن تكون النموذج الأعلى في تطبيق تعليمات رب لو بيوستاتو نموني هذا برز بي لزي بذكردني فرمان كاني پروردگارت ويجب أن تكون المسلم الأول المنفذ لها لبيش همو كسيك أتو تسليمي بيامي خواهي قوربيو زي بكا وأمر قومك يأخذ بأحسنها وكل قاسمي ضل أي بما أمروا به دون ما نهوا عنه كواتا تبليغ قومك هذا بكا بتساكترين كي وربقرن يعني سه لقاسم أهلك دايتو واتفر أوشتاني كفرمان بيكرا أو تساكترين زي بزيب كان خواز لو اشتق بين كواقد غكرا وأمر قومك يأخذ بأحسنها للسعدي ضلي وهي الأوامر الواجبة والمستحبة لأوامر كان كواجب مستحب تدا ففيها أحسنها وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل الشرع كاملة عادلة حسنة كواتا همو أو واجبات مستحباني كتيدا هموي أحسن ساكترين كواتل همو شريعتك أخوي قلنا لبو هل بيغمبرك عليه الصلاة والسلام أو فرماناني كتيدا تسبا واجب تسبا مستحب كاتي زي كان هموي أحسن وساكترين هلا معارج ضلي أي وأمر يا موسى قومك ليأخذوا بأحسن ما كتبنا لك في الألواح فرمان بقومك بك يا موسى أو ساكترين كتيدا الألواح كان زيب كان والمراد بالأخذ المحافظة على الأحسن كواتا أن يأخذ بأحسنها واتا باريز قاريب كان لسرت ساكترين كي وكاري بيب كان إن ذاوكو هل يدري وقد يشكر على المتدبر التعبير بعبارة أحسن الدالة على أن فيها حسن وأن فيها ما هو أحسن وأن مكلفون إلزام بأن يأخذوا بما هو الأحسن منها كواتا لو أنا إشكال يدرس بي كواتا بأحسنها يعني كواتا حسنش هي وأحسنش هي واتا أوان مكلفا بويكوا أحسن كي وربقرن نكهر كتساكترين كي وربقرن فكيف نفهم أن بعض ما جاء في الألواح التي كتبها الله لموسى أحسن من بعض كوات كوي تيبقين واتا أويكوا الألواح نسرة تساكترين وتساكترين اشتدا وأن بعض ما جاء في القرآن المجيد أحسن من بعض حتى القرآن بيروزج عين إخوة يقول إشارة بدا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كواتا يعني لقرآنش يعني تساكترين هي كو أو موضوعة لو الله امداد له تتوارد على أذهاننا في الإجابة على هذا السؤال عدة احتمالات دلي أوي بخيال ما دادت سن احتمالك أولها أولاها باعتبار أن أوي كوالا بيش هموان اعتباره أن الأوامر والنواهي الدينية في القرآن أو أوامر النواهي الدينية يعني كوال القرآن هاتي وفيما كتب الله عز وجل في الألواح لموسى عليه السلام أو كوال الألواح كان لبو موسى عليه الصلاة والسلام قسمان بالنسبة إلى المطلوب فيها دو قسما أو كوال مطلوب لا
لو بندانة دو شت هي دو قسمة. قسم يكم هو الأحسن تاكترين، وقد أمر الله به أمر إيجاب وإلزام فعلا كان أم تركا. كواتا أحسنك أو كوا خواي يقول فرماني بيكده وكو واجب وكو كوا هم ملزمين بي أو ذا ملزمين فلانة شد بكين ملزمين بابن بين با فلانة شد قدغي كده لما نيكين، يعني هندش تي مازال تداني أو واجبة بيكين أوش حرام بيكين أو إلزامية أو أحسنك. فأحب الأعمال إلى الله أن يطيعوا فيما فرض عليهم أن يفعلوا وما فرض عليهم أن يتركوا، فهي الأحسن. كواتا خوش ويسترين كردوش لاي خواي جور سبحانه وتعالى أو كوا أو واجبات تاني كوا لسرمانة زي بكين أو قدر كراواني كوا لما نهي كرا وكو حرام بيستا واجب أو أحسنك. قسم دوم وهو الحسن، وقد أمر الله بأمر ندب وترغيب دون إيجاب وإلزام فعلا كان أم تركه. كواتا بشي يكم أحسنك أو كوا وكو وجوب هاتي أو فلان شد واجبة بكي فلان شد واجبة نيكي حرام بيكي أو أحسنك. بشي دوم لتكليفات كان أو كوا هندشتي مستحبة ومرغوبة بيكي بلا ما أجنش كي جناح بار نبي هندشتي مكروهة بيكي أكديش جناح بار نبي أو حسنك. فهذه نوافل حسنة يتقرب بها العبد إلى ربه إتر أوي حسنك أو نوافل بيد قوتريتن كوا خواي جورا وهاي كردي وكرجاك بند خوي بي لخواي جور نزيب كات. وفي هذا القسم يتسابق ويتنافس الطالب المراتب العلية عند ربهم من الأبرار والمحسنين. كوا تبشي كم همو بند كان بيستا لا أحسنكي كوا بوجوب هاتي زي كان بشي دوم كوا مستحب سنن كان إيتر لويا كوا براسي أو حسنكي لو بشي دوما منافسة لنيوان محسنين وتاككاران وأبرار مقربين ذكري كوا كاميان زياتر زي بكا ولا خواي جورا بين زيق بيتوا هموما لسر ما فرض بين زنويجا كبكين بلام نوافل كانوا أوي كوا بابلين سننو أوي كوا بين صوصا فيري كدين لدواز دركاتي كوا لقى نويجا فرض كان ذكري أو نويجا فرض كان واجب لسر أو أحسنك حسنك أو دواز دركاتي كوا وكو بابلين سنة كان كالقل نويجا كان فرض لبيش يعني لبشتي ذكري أوي فرضك بيست أحسن همي بيك أوي سنة كان كوا براسي مقربين وأبرار منافسة لسر كان كواتشي هان زياتر أنزام بدن لأخوي جورن زيق بنو إتر لهمو فرمان كان كسبه وشيوه. وعلى هذا فمعنى قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وأمر قومك أمر إلزام وإيجاب ليأخذوا بأحسنها وهي الفرائض التي ألزمهم الله بفعلها والمحرمات التي ألزمهم بتركها. كوا تفرمان بقومك بفرمان كردن بواجب فيست أحسنك هر أنزام بدن لبرو يقول ما أحسنك أو واجباتك كوا هيج مزاج كداني ترتيبك فرمانيان بك بإلزامي ده بأحسنك أنزام بدن. أما الأشياء الحسنة الأخرى فادعوهم إلى الأخذ بها ترغيبا وندبا بلام أويك حسنة كواجب نية بلكو سنته زيادة الأخوة يقولون زيك دكاتو أيش ترغيب يام بك هان يام بدا أنزام بدن تاوكو لو بيناوا لبشي دوام زيادة المسابقة اللي قال يكتريب كان كاميان زيادة بي الأخوة يقولون زيك دبيتو بلام بالنسبة خدي موسى. أما موسى عليه السلام فقد كان مكلفا إلزاما بأن يأخذ بالأحسن وبالحسن لأن الله عز وجل قال فخذها بقوة أي فخذها جميعا بقوة. تمشى فرق بين موسى عليه الصلاة والسلام بقى قومك فأمر قومك أخذوا بأحسنها تنها فرض واجبات كان للسريان مكلفة هاني الشام بدل بوانتك بلان بخود فخذها هموي أحسن حسنكي بيوست بقوة بعزيمة دور بقري قدوة كاتب راستي وخالش زور قرنقا فعلا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بدرجة أو زدوا ميلاد قري پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بيوست براستي أواني كوا أحسن أو هيز وكو باقي خلشت كذا به همو واجبات كان زي كان بلام للسنة كانش بيوست أن قدوة بن لبو خلشي كوا يأخذوا فأخذها بقوة بيوست بقوته بعزيمة وري بقرن والله أعلم. إنزال دعاء دفرمي سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين وكل تفسير قاسم دي وهي الأرض التي وعدوا بها من فلسطين. دار الفاسقين مقصد دفرمي أو زويك ووعدان بيدرا لفلسطين كوابيان بخشي فإنهم لم يعطوها إلا بعد 40 سنة من خروج من مصر. دفاشي تسل صال
أو زبيان بخشرا سبحان الله كوالا مصر درسون وبقاء في البرية لو تسلسالش لو باولين آخر إيمانه فإن موسى عليه السلام لما مات طبعا لزمان موسى كفرمان في ذلك سورة مائدة باس ما كر فرمان خواهي قوركوا خواهي قور فرمان بيكرين برون هجوم بند بو فلسطينو خواهي قور نصرتان دا اوان قوتيان قوم شد زبالي وإماناتين إيتر الجزائر وخواهي قورا عقوبة دان تسل صالة بمنينو إيتر لو فتريش موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وفاتيان كر لدواي اوان يوشع بن نون ديتن أو فحارب الأمم والملوك الذين كانوا يسكنون الأرض كنعان وفتح بلادهم وصارت ملكا للإسرائيلي وزار بقيادي لدواي أو زيلة كوتايبها زيل دواتر هات بقيادي يوشع بن نون أو ذا فتح فلسطين كرا والله أعلم ديارة واتا هاشتا ياخد أو بشآتا مفسرين قصيتي لسردكن وبشتواني خواهي يقول له أني داهدو دينو خصمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون